بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. طبعا كلنا كعرب اليومين دول في حزن مسيطر علينا وألم وحسرة وندم وكل شيء وحش، يعني كل المشاعر الوحشة للأسف. بتجيلي كومنتات في التيك توك صعبة شوية. كنت نزلت فيديو عنكم أحد الكومنتات وبعته لكم في التيك توك. شفت خبر يبدو ان بيحاولوا يخلوه حقيقي. ايه هو؟ عايزين يجمعوا ثنائية كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي. طبعا هما الاتنين اساطير والاتنين عمالقة كبار، فعايزين يحطوهم في فريق واحد. النادي النصر السعودي عايز يعمل الحركة ديت. طبعا معنويات ميسي في انتر ميامي نزلت، بقى يقعد احتياطي، ما بقاش يلعب ماتشات. خسر نهائي كاس اول امبارح، وسمعت ان هم مش هيشاركوا لحد فبراير في اي مسابقه. فالوضع بالنسبه لليونيل ميسي بقى صعب شويه. فاداره النصر السعودي بتحاول تتفاوض مع انتر ميامي علشان زي ما قلت لكم ميسي يلعب حتى لو اعاره مع كريستيانو رونالدو، ويبقى حققوا الثنائيه التاريخيه ميسي وكريستيانو. زي ما انتم عارفين، زي ما قلت لكم هما الاثنين اساطير كره القدم. في الاول قالوا ان اداره النصر مش موافقه، اداره انتر ميامي لامريكا مش موافقه على انتقال ليونيل ميسي للدوري السعودي. ولكن اداره النصر هتدرس الفتره اللي جايه تعلي قيمه الصفقه علشان انتر ميامي يوافق، ويبقى في اغراء مادي، او ليونيل ميسي يدوله اغراءات زي ما ادوا نيمار وبنزيما ورونالدو ومحرز وكده، يعني اللي هو بقى سياره وطياره وفيلا والكلام اللي انتوا عارفينه اللي لعيبه الكوره بتحبه. فممكن نشوف ثنائيه جديده من كريستيانو وميسي في الموسم اللي جاي. ممكن ممكن لا، ولكن اداره النصر عايزه تعمل كده، فهنشوف. الحاجة التانية، رونالدو كريستيانو تألق مع البرتغال وأحرز ثنائية جديدة وقاد منتخب البرتغال لليورو القادم في تصريح على طريقة زلاتان إبراهيموفيتش ملك التصريحات. رونالدو قال على طريقة زلاتان إبراهيموفيتش، رونالدو قال إن أنا هسعى لإني أحرز 900 هدف، والارقام هي اللي بتجري ورايا مش انا اللي بجري وراها. ده تصريح كريستيانو رونالدو بعد ماتش البرتغال وسلوفاكيا، كسبوا في 3-2 ورونالدو احرز ثنائيه في هذه المباراه. رونالدو كده عنده هدف واحد فقط دلوقتي في حياته، ان هو يجيب اعلى رقم تهديفي علشان ليونيل ميسي ما يوصلوش. وتقريبا كده ان ممكن ليونيل ميسي يعتزل ومش هيوصل، مش هيوصل للمعدل اللي كريستيانو رونالدو وصل. تتويج ميسي بكاس العالم جت مصلحه لكريستيانو رونالدو. ليه بقى؟ لانها قتلت الشغف عند ميسي بالنسبه له حقق كل البطولات الممكنه والالقاب الممكنه، فخلاص مش عايز حاجه تاني من الدنيا. بالنسبه لكريستيانو رونالدو زي ما احنا عارفين الراجل عنده شغف على طول، ما لا يتوقف في اي نادي في اي عمر في اي سن في اي ملعب. عنده شغف، عنده شراهه تهديفيه، او عايز يهدف على طول، الشهية مفتوحة للتهديف. فطبعا كل ما بيجيب اجوان بيكسر ارقام طبيعي. بس هيواصل طبعا كريستيانو رونالدو تهديفه وبطولات والقاب مع النصر السعودي. عارفين احنا حقق البطولة العربية مطلع الموسم الحالي، فرجل يعني تاريخي بأمانة. كل الشكر للاعبين اللي ساندوا اخواتنا في فلسطين. منتخب الجزائر اللي نزل بالكوفيات بتاعت فلسطين
كفو. عفوا. محمد النني كفو. رياض محرز فخر العرب كفو. مستغرب على مجموعة قنوات بي ان سبورت حذرت المعلقين والمحللين بتوعها ان هم ما يتكلموش عن فلسطين تاني. كنتش مصدق التصريح في اوله، ولكن لما شفت ولقيت ناس مشاهير منزلة عن القصة دي اتفاجئت، كنتش متوقعها. عشان كده ابو تريكة ما بيظهرش في قنوات بي ان سبورت اليومين دول، لان هو ليه موقف مؤيد جامد للقضية الفلسطينية. ان شاء الله ربنا ينصر اخواتنا في فلسطين، وكفوا لكل اللي بيأيدهم، ودعواتنا ان شاء الله ليهم ان هم ينتصروا انتصار ابدي باذن الله، وتحقق نجاح زي ما حققوا يوم السبت اللي فات في الطوفان. عايز اشكر الناس اللي قطعت مطاعم ماكدونالدز في مصر، واتمنى نفضل مقاطعينها عشان نعاقب الناس ديت على الموقف اللي اتخذوه. واكيد انتوا عارفين الموقف اللي اتخذوه في هناك في فلسطين. ف شيء جميل لما شفت المحلات بتاعتهم فاضية. نتمنى بس الاستمرار في القصة ديت، ما تبقاش يوم او يومين ونرجع تاني. بشكركم جدا. في كلام كتير في قلبي نفسي اقوله، وانا لابس اخضر تضامنا مع فلسطين. انا والله لو عندي العلم بتاعهم او الكوفية كنت طلعت بيها. فأتمنى الفيديو يكون عجبكم، وإن شاء الله أشوفكم في حلقة جديدة وتكون الظروف أحسن من كده بإذن الله.